تخيل تعتقل لأنك لابس زيك الوطني. قصة رجل سوداني كان يمشي عادي، ما ارتكب ذنب، بس لبسه صار تهمته. في زمن كثرت فيه الظنون صار المظهر سبب للخوف. رجل سوداني، بلده، كرامته، وتاريخه في لبسه، لكن هاللبس جره للسجن بدون ذنب وبدون حتى تهمة واضحة. كان ماشي بطريقه لابس الجلابية والعمة، فجأة جاته دورية وبدون مقدمات: اركب معنا. حاول يوضح، حاول يشرح، بس النظرات كانت كلها شك، وصار بينهم وبين الوطنية جدار من الجهل والخوف. تم اقتياده مثل مجرم، والسبب شكوك ما لها أساس. في السجن عاش أيام ما تنوصف، تحقيقات، صمت، نظرات ازدراء بدون تهمة حقيقية. كل اللي عنده هو لبسه وهويته. هناك سمع قصص ناس مثله اعتقلوا لأسباب تافهة، واحد بسبب لهجته، والثاني عشان لونه، والثالث عشان اسمه. المعاناة كانت وحدها تتكلم. بعد أيام طويلة وبدون أي إثبات ضده جاء الإفراج. طلع مكسور، لكنه مو مكسور الخاطر، طلع أقوى وقرر يحكي. قرر يصرخ بصوته، يحكي للعالم وش صار، مو عشانه بل عشان غيره، عشان اللي لسه هناك. صار أسير بلا معركة، لكن صوته صار معركة لكل مظلوم. الهوية عمرها ما كانت جريمة، واللبس ما كان تهديد، لكن الخوف والجهل هم الجريمة الحقيقية. إذا أثرت فيك القصة شاركها مع غيرك وعلق تحت. هل تعتقد إن الشكل صار كافي عشان يحكموا على الناس؟ ولا تنسى الاشتراك بقناتنا علشان توصلك قصصنا أول بأول.